اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. انا النهاردة جاية اتحدى، مش فول العربيات ولا فول المحلات، لا، انا هتحدى النهاردة فول المصانع. ايوه، فول المصانع. عارفين الفول اللي بنجيبه كده في العلب من السوبر ماركت، وبنبقى مبسوطين قوي ان احنا ولا هنطلعه من الفريزر وجاهز، يا دوب نفتح العلبة ونصب في المقلاية على النار ونعمل طبق فول في 5 دقايق. هو ده اللي هنعمله مع بعض النهارده هنعمل الفول المدمس بطريقة سهلة وبسيطة وجديدة لأول مرة هتشوفوها. أول حاجة هنا عندي نص كيلو من فول التدميس. فول التدميس بيكون فول بلدي، لازم نجيبه يكون لونه فاتح. ونعرف ازاي ان الفول ده فول بلدي وينفع للتدميس؟ بنلاقي ان الفول كله مش نفس الحجم، هنلاقي فولايه كبيره وفولايه صغيره. ده بيكون فول بلدي، بيبقى مناسب جدا للتدميس. وكمان عايزين تكون الفوله لونها فاتح عشان يبقى الفول بتاعنا لونه فاتح وجميل. نقيته وغسلته مرة واتنين، وبعد كده نقعته في مية مغلية. هنقعه قد ايه؟ هنقعه لمدة ساعة. خلال الساعة دي هغير عليه المية من مرتين ل3، وكل مرة برضو تكون مية مغلية. بعد ساعة هاخده اشطفه شطفة اخيرة، وهنزل بيه في الحلة وعليه ايه؟ نص كوباية من الفول المدشوش المغسول والمتصفي، ونص كوباية من العدس الاصفر المغسولة ومتصفية. طب ممكن نحط ايه مكان الفول؟ ممكن نحط معلقتين 3 من الرز المصري، بيبقى حلو جدا. وممكن نحط كمان معلقتين 3 من الغلة البليلة اللي هي القمح المقشور. انا النهارده استخدمت الفول المدشوش واستخدمت العدس الاصفر. بعد كده نزلت ببشر طماطمايه ومعلقتين صغيرين من البابريكا ومعلقه صغيره من الكركم. وجبت ليمونه كده خليتها سليمه زي ما هي، بس عملت فيها كده فتحات بالسكينه علشان تنزل طعمها مع الفول وتحافظ لي ان الفول بتاعي يفضل لونه فاتح. السر كله في معلقه من السكر. السكر ده هيكون ماده حافظه، هيخلي الفول بتاعنا يستوي ويبقى زبده. غير كده انه بيخلي عمليه السوى سريعه، هيبقى ماده حافظه وهيسرع عمليه السوى. وكمان هيحافظ ان الفول بتاعنا يفضل لونه فاتح، لان هيمنع اكسده الفول. حطيت كل ده في الحله ونزلت عليهم بالميه. مش شرط ابدا تكون الميه الاولانيه على الفول تكون ميه مغليه، ممكن تكون ميه من الحنفيه عادي، بس انا حبيت احط ميه مغليه عشان اسرع عمليه الغلوان. على نار عاليه غطيت الفول، وحطيت كمان فوقيه طاجن يكون تقيل عشان يكتم اي بخار، كاني عامله الفول في دماسه. اول ما الفول بتاعي كده غلي والنار عاليه هديله تقليبه. بعد كده هوطي النار شمعه، يعني اهدى حاجه في عين البوتاجاز، وهسيبه لمده 8 ساعات او 7 ساعات حسب نوع الفول بتاعك. ده شكل الفول بتاعي بعد 5 ساعات. عاوزه اقول لكم ان احنا مش عشان الفول هيقعد فتره طويله على النار ان احنا نسهى عنه وننساه. من وقت للتاني لازم نفتحه نديله تقليبه. الفول بيكون تقيل وبيركز في ارضيه الحله، وارد جدا ان هو يلزق او يشيط. من وقت للتاني نديله تقليبه، وكمان علشان نتاكد ان مقدار الميه اللي عليه مناسب. يستحسن من الاول ان احنا نحط ميه بزياده، يعني قد كمية الفول اللي حطيناها مرتين او مرتين ونص. بس لو المية قلت في عملية السوى لازم نضيف مية تكون مغلية. ما ينفعش ابدا ازود الفول وهو دخل في السوى بمية باردة، كده هخلي الفول بتاعي يعجز ويحصحص. بعد كده خلاص غطيته وسبته على نار هادية كمان 3 ساعات لحد ما الفول بتاعي داب. عاوز اقول لكم ان ممكن بعد ساعتين بنلاقي الفول بتاعنا استوى، بس هنلاقي القشرة بتاعته لسه ناشفة ولسه ما استوتش. فده اللي بيخلينا نطول عملية السوى على نار هادية عشان الفول بقشرته يدوبوا مع بعض. بعد 8 ساعات ده كان شكل الفول بتاعي، كانت ريحته في منتهى الجمال. شايفين لونه؟ هتشوفوا كمان القوام بتاعه لما يبرد كمان بيبقى حاجة تانية خالص. هستبعد كده الليمونة ويلا نعمل فول المصانع. فول المصانع يعني ايه؟ يعني برطمان ازاز ناشف ونضيف مفهوش نقطة مية، والفول لسه نازل من على النار بيغلي. هعبي البرطمانات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده كمية الفول، سواء برطمان كبير سواء برطمانات صغيرة زي ما انت حابة. الفول لسه بيغلي مولع، وهقوم مغطياه وسايباه. بمجرد ما هغطي البرطمان بالغطا
هلاقي الغطا بتاع البرطمان اتشفط كده لتحت وعمل ضغط هواء، كأننا جايبين لسه برطمان صلصة جديد ما فتحناهوش. لما بنيجي نفتح برطمان جديد بنلاقي صوت التكة دي يعني البرطمان بتاعنا مفيش فيه هواء ومحفوظ. ده اللي هيحصل بمجرد ما هنغطي البرطمان الازاز بالغطا بتاعه، هنسيبه هنلاقي الغطا اتشفط، يعني كده الفول بتاعنا اتحفظ. هنسيبه بره على الرخامة لحد ما يبرد تماما، وبعد كده ندخله التلاجة بيقعد معانا بال20 يوم ما بيجرالوش اي حاجة. طب باقي كمية الفول لو انا مش عايزة احفظه في الفريزر، اكياس تلاجة، علب بلاستيك. انا هنا بوريكم ان ارضية الحلة زي الفل، مفيش فيها ولا واحدة من الفول لازقة ولا واحدة ملسوعة، علشان حاجة واحدة، علشان التقليب من وقت للتاني. ده بيخلي الفول بتاعنا يطلع كله بلون واحد. هنا عبيت كمية الفول كلها المتبقية في العلب زي ما انتوا حابين، وبعد كده هعينهم في الفريزر برضو لما الفول يبرد. شايفين لونه؟ شايفين قوامه؟ والله العظيم انا اتحدى بيه اي فول، سواء مصانع، عربيات، مطاعم، كفاية ريحته ولونه ونظافته وطعمه في منتهى الجمال. مش محتاج غير رشة ملح وكمون وعصير ليمونة، وبكده بيكون الفول بتاعي جاهز. عايز شوية عيش سخنين ويا سلام على أحلى سحور. ده شكل الفول بتاعنا زي ما قلتلكوا، أسهل وأبسط طريقة. مش لازم نخزنه في الفريزر، ممكن في التلاجة، هيبقى سهل علينا وطريقة مضمونة. نص كيلو الفول عمل لي 7 علب ما شاء الله، مليانين احلى مليون مرة من اللي احنا بنجيبه من بره. وطبعا مفيش غنى عنه في السحور بتاع رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. اسيبكم في امان الله، مع السلامة.